انا عندي بشره جافه يا اختي. وبحكم انني كنت نسكن في مدينه كانت الجو ديالها جاف وقاري، مدينه قصب التادله. نعم. كانوا عندي تجاعيد في حول العين ديالي وفي الجبهه. مني استعملت زيوت التجاعيد حول العين ما بقاوش. بقى عندي مشكل ديال الجبهه وعندي طبعه ديال الصلع ما بغاش تحيد، رغم انني تندير هذيك الخلطه ديال الخرقوم ما عرفتش واش نزيد نداوم عليها ولا اشنو يقدر لا في التجاعيد في الجبهه وفي الطبعه. نعم اختي، شوف باش نتفقوا كاملين الاخوات كاملين اللي كيسمعوني، فلما الاخت تقول لي استعملت الوصفه الفلانيه تعطيني المقادير باش نمشي. معلقه صغيره ديال الخرقوم وثلاثه المعالق كبار ديال العسل الحر. نعم. ومعلقه صغيره ديال اللوز. الله يعطيك الصحه. باماغي وتنديرهم. هو تنحس شويه بحال تيحرقني شويه وجهي رغم ما انني عندي بشره حساسه. نعم. مي الحمد لله تنحس براسي مرتاحه. واش منين نغسلها واش ندير شي حاجه اخرى؟ تندير زيت اللوز. مزيان. انا منين نغسلوها نديرو زيت اللوز. غير بغيت نسولك على المده، شحال ديال المده استعملتي هذه الوصفه هذه؟ صراحه درتها هذه 3 المرات. ايوا 3 المرات وبعدا الحمد لله ياك بدات كتبين. الحمد لله تنحس بوجهي منفتح. نعم. ومشرق. نعم. غير هي باقا لي غير ديك الطبعه ديال الصلاه وعندي سميتو التجاعيد في حول الجبهه ما بغاش تحيدوا ليا. واخا هادشي ماشي مشكل، هادشي غادي نحلو معاك. ها انت بعدا شوف انا اش كنقول لكم 3 شهور ياك. وكنقول الشهر الاول غتبدا تبان النتيجه، غتبدا تبان يعني 3 ايام بانت ليا. لا كملي الوصفه ديالك اختي ياك. كملي الوصفه ديالك لان البشره بشويه كترمم ياك. هذه من جهه. من جهه اخرى اذا الوصفه اللي غادي نبيضوا بها دوك البلايص اللي كيكونوا كحلين شويه ولا زايدين في الكحوليه والتجاعيد، اذا بلا ما غديري كل وصفه بوحدها انا غنجمع لك وصفه وحده غديري فيها الطين الاخضر. رغم ان انا عندي البشره جافه. لا ما تخافيش. انا غير سمعي دابا ان شاء الله وغادي نعطيك الوصفه ليك ولجميع الاخوات اللي عندهم تجاعيد وبقع. غندير وصفه موحده. اذا الطين الاخضر ياك لقيتي عندك الدقيق ديال القمح، زيت اللوز الحلو راهي عندك، وبيضه بالصفر بالبيض ديالها كامله. انا دابا غادي نعطي الوصفه بالمقادير. غير اسمح لي نعم. بلديه ولا كيف ما بغات تكون بيضه بلديه ولا عاديه ماشي مشكل اختي انت. اذا الطين الاخضر اهم حاجه معلقه صغيره. اذا درنا معلقه صغيره ديال الطين الاخضر ما غضرنا حتى شي حاجه. غنزيدوا عليها الدقيق ديال القمح معلقه كبيره. الدقيق ديال القمح، المواد المغذيه ياك، الاملاح المعدنيه ومضادات الاكسده الطبيعيه. غنزيدوا عليهم زيت اللوز الحلو اللي هي كتعتبر مضاد الحساسيه، وبيضه اللي كتكون مرطبه ومغذيه للبشره ديالنا. اذا زيت اللوز الحلو كناخذوا 3 المعالق كبار، دقيق القمح معلقه كبيره، والتين الاخضر معلقه صغيره، وبيضه. البيضه كنفقسوها في هذا الخليط، كنخلطوه مزيان حتى كيتخلط وكنحصلوا على واحد الماسك، يعني على واحد الخليط متجانس كديروه على البشره ديالكم وفي اي بلاصه عندكم. انا من الاحسن شوف غديروه على الوجه ديالكم كامل، دوروا على عينيكم وديروه على الرقبه حتى هي ترتاحوا. لون واحد. نعم ترتاحوا واحد 20 دقيقه وتغسلوه. هذا الماسك شنو هو الميزه ديالو؟ اننا كنديروه حتى ل3 ديال المرات في الاسبوع ماشي مشكل، وغادي تداومي عليه مده ديال شهرين صافي. ولكن شهرين، والشهر الاول غتردي علينا ان شاء الله الخبر. بغيت غير نسولك اسمح لي واخا طولت. انا الزيوت تنصايبهم في الدار، واش عندهم نفس الفعاليه اللي في الفارماسي؟ يعني نعم. انا تندير اللوز والزنجلان والكركاع نفس الطريقه ديال الاركان كيفاش يتصايب اركان، واش نعم. صحيح ولا نمشي ناخذهم من الفارماسي؟ لا واش كطحنيهم بيدك يعني كطحنهم عندي راسي تنصايبهم ما تنقليهم ما والو. نعم فهمتك. غير هو شوف باش نتفاهموا ديك لا بريسيون في خويا، يعني داك الضغط باش كنخرجوا باش كنعصروا مزيان المواد. شنو خصهم واحد البريسيون، خصهم واحد الضغط كيكون كبير. هذا الضغط خصو واحد الماكينات خاصين، داك الضغط اللي كيكون واحد الضغط كبير بزاف، ماشي غير غنديروه باليد ديالنا، لان ما يمكنش، لان كيكون فيه واحد لابريسيون، كيكون فيه واحد الاله اللي كتبرك مزيان، وكل ما كان الضغط مرتفع كل ما المواد المهمه اللي كتهمنا في دوك الزيوت كتخرج معاهم. فالنصيحه ديالي لان ظهرت هذه القضيه هذه، ولكن راه الزيوت باش كيمكننا 80% حتى ل 85% نستافدوا منها ونستافدوا من الفائده ديالها، ضروري ناخذوها من الصيدليات او شبه الصيدليات. المهم الزيوت اللي كتكون مصنعه في واحد الظروف بواحد الماكينات خاصين اللي كيخرجوا لنا هاد الزيوت هذه. لان الدار دابا واخا انت تطحني هذاك اللوز
راه يلاه غتستافدي 20% ولا 15%. فهمتي؟ لان هذيك لاميغدالين وهذوك المواد المعالجه ما غاديش يخرجوا لك ملي غادي ديرهم بيدك.